أهلا بيكم برايمري فور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بتذاكروا الساينس أول بأول زي ما اتفقنا. النهاردة معادنا مع الجزء الثاني من حل الشيت المتميز الخاص بيونت 3 كونسبت 2 ليسون 1 و 2. طبعا الجزء الأول موجود على القناة، يا ريت اللي ما سمعهوش يسمعه يركز فيه كونسبت 1. ودلوقتي هنحل في كونسبت 2. كونسبت 2 كان بيتكلم عن الفيولز يا حبايبي، وعرفنا ان الفيول ان هو any substance that produce thermal energy when it's burned. يعني اي substance او اي material لما حضرتك بتعمل لها burning produce thermal energy اقدر اقول عليها فيول. يعني مثلا عندي natural gas fuel والجازولين فيول والكول فيول، لكن الجلاس مش فيول طبعا. نبدأ بسم الله. choose the correct answer. Number 1 among forms of fuel that present in كار فيول ستيشنز. الجاز ستيشن يا حبايبي فيها فيول. الفيول ده طبعا اللي هو احنا بنعمل بيه اوبريتنج للكار، لايك الجازولين ولايك الناتشورال جاز. الناتشورال جاز اللي هو موجود في المودرن كارز بنستخدم فيها الناتشورال جاز تو اوبريت ات. نمبر 1 هتكون letter D natural gas and gasoline. Number 2 all the following are forms of fuel except. كل دول fuels ما عدا حاجة واحدة بس. احنا قلنا شرط أساسي للفيول إن هو produce thermal energy when it's burned. الناتشورال gas produce thermal energy. gasoline produce thermal energy. coal produce thermal energy when it's burned. لكن الجلاس يا حبايبي لأ، don't produce thermal energy. letter G glass. Number 3 is considered as the main resource of energy on the Earth's surface. متفقين من أول الكونسبت اللي فات يا حبايبي إن الصن هي the main source of energy on the Earth's surface. كمان most of energy we use is produced inside the sun. Number 4 wood is considered as. تفتكروا الوود ده يا حبايبي biofuel ولا fossil ولا liquid ولا gaseous؟ تعالوا الأول نعرف يعني ايه biofuel. البايوفيول ده يا حبايبي هو فيول احنا جبناه او هو made from living organism بشرط ايه؟ ان هي كان be planted، يعني like a tree like الجراس and الكورن، كل ده بايوفيول. كمان عرفنا ان البايوفيول is a renewable fuel. ليه renewable يا حبايبي؟ علشان we can replace it in a short time after it's used. يعني اقدر ان انا اعوضه. تقدر حضرتك بعد ما cut the tree تقدر plant a new one، يبقى هو كده renewable fuel. طيب هو بيقول لي هنا ان الwood consider ايه؟ الwood ده احنا جايبينه من التري، والتري living organism can be planted, so wood is considered as biofuel. Number 5 is a type of biofuel which is made of wood. احنا بنعمل ايه من الwood؟ بنعمل التشاركول، بنعمله من الوود. لكن الناتشورال جاز لا طبعا، الاويل لا، اند الكول لا. اصلا ان الناتشورال جاز يا حبايبي والاويل والكول كل دول فاصل فيول. Number 6 all the following are forms of fossil fuel except. كل دول فاصل فيول. طيب ايه هو اصلا الفاصل فيول؟ الفاصل فيول ده يا حبايبي هو fuel made from the remains، وخلوا بالنا من كلمة remains دي، of plants or animals. اللي remains بتاعت البلانتس والانيمالز بعد ما died ماتت and buried indefinite for millions of years، بعد كده turns into fossil fuel like مثلا natural gas like الاويل like الايه الكول. هنا بيقول لي حبايبي ان كل دول فاصل فيول except ايه؟ عندي الووتر، لا طبعا الووتر مش فاصل فيول، يبقى الووتر هي اللي مش فاصل فيول في العبارة دي. نمبر 2 بيقول لي الكول طبعا فاصل فيول وكان اصله بلانتس. ناتشورال جاز والاويل فاصل فيول وكان اصلهم سي كرياتشرز، يبقى الاجابه هتكون ووتر. Number 7 extreme heat and pressure under the earth's surface has an important role in forming. تفتكروا underground the surface، وطبعا في extreme heat و extreme pressure. ايه اللي هيتكون؟ الوود؟ لا طبعا الوود ده احنا جايبينه من التري. الويند؟ لا ملناش دعوة. الفاصل فيول؟ طبعا الفاصل فيول ولسه قايلين ان هو made from the remains of plants or animals which did and buried under the ground for millions of years. Number 8 fossil fuel is extracted from. يعني احنا extract it استخلصناه منين؟ من الأرث surface ولا من underground ولا الفود ولا الووتر؟ أكيد underground. احنا اتفقنا ان هو كان أصلا remains ل living organism وحصل لها ان هي died and buried under the ground for، بصوا انا قلت ايه؟ under the ground for millions of years.
fossil fuels need dot to be formed under the earth's surface. محتاج ايه؟ احنا محتاج millions of years، محتاج ملايين السنين to be formed under the ground. True or false يا حبايبي؟ number 1 both coal and wood produce thermal energy when they are burned. أنا عندي الكول وعندي الوود يعتبروا إيه؟ يعتبروا fuel، والfuel هو any substance produce thermal energy when it's burned. يبقى طبعا الاتنين produce thermal energy. True. Number 2 you need gasoline to move bicycle. لا طبعا احنا مش محتاجين الجازولين، هتكون false. Number 3 when fuel is burned it produces thermal energy. أكيد طبعا true. Number 4 green plants are one of the non-renewable resources of energy. لا طبعا يا حبايبي plants renewable resources of energy like الكورن والجراس renewable لأن أنا أقدر can replace it. Number 5 water and gasoline are two renewable resources of energy. الووتر تمام renewable because the water cycle، لكن الجازولين ده fossil fuel يبقى non-renewable. So number 5 هتكون false. Number 6 we have to conserve all forms of fuel. طبعا احنا لازم نحافظ على كل forms of fuel سواء كانت biofuels سواء كانت fossil fuel. طب حد يقول لي طب ليه biofuels مثلا؟ ما هو عادي ان انا cut the tree and burn it to produce thermal energy. طيب لما حضرتك cut the tree وانا cut the tree وغيري cut the tree وحضرتك تستخدمها في يوم، تفتكر في شجرة تانية هتطلع لي في نفس اليوم ده؟ اكيد لا، برضو هتاخد وقت. يبقى احنا لازم conserve all forms of fuel حتى لو كان biofuel. Number 7 coal was formed from the sea animals remains. No، الكول يا حبايبي كان أصله plants، والplants دي died and buried under the ground for millions of years. لكن sea animals remains لما بيحصل لها decomposition converts into a oil. Number 8 charcoal is formed from decomposition of remains of ancient plants. لا يا حبايبي، في نمبر 8 هنا نفرق كويس بين التشاركول وبين الكول. الكول هو اللي حصل decomposition للريمينز of ancient plants، لكن التشاركول لا، التشاركول كان أصله wood. Number 9 biofuels are from non-renewable resources of energy. احنا لسه متفقين ان البايوفيولز هو made from living organisms can be planted، وطالما اقدر ان انا plant it again يبقى هو renewable مش non-renewable. So number 9 هتكون false. Number 10 the sun is the main source of forming both biofuel and fossil fuel. أكيد true، الsun هي main source of energy، هي main source of forming biofuel أو fossil fuel. Number 11 oil and coal are considered non-renewable resources of energy. طيب الأويل أوكي والكول برضو أوكي، they take millions of years to be formed، يبقى أكيد true. 12 biofuel is one of non-renewable resources of energy. البايوفيول يا حبايبي can be planted يبقى على طول renewable، لأن حضرتك لما cut the tree you can plant another one، you can plant a new one. So the biofuel is one of renewable resources of energy. يبقى 12 هتكون false. Number 13 we can make liquid fuel from wood chips and grass. مظبوط، grass wood chips and corn we can make liquid fuel. Number 14 some types of plants can be used to make a liquid fuel. لسه قايلين طبعا الجراس والكورن والوود، يبقى احنا كده نقدر نستخدم البلانتس to make liquid fuel. Number 14 هتكون true. Number 1 complete the following sentence. When fossil fuel is burned it produces ايه يا حبايبي؟ الفossil fuel ده ايه؟ ده fuel، so produce thermal energy. Number 2 some forms of fuel can be used in cooking food such as الwood. احنا ممكن نستخدم الwood، ممكن نستخدم ايه تاني for cooking؟ ممكن نستخدم الكول زي ما بنعمل باربيكيو ونشوي على الفحم. Number 3 fuel is used as a source of dot energy. as a source of ايه؟ لما بنعمله burning produce thermal energy so it's a source of thermal energy. Number 4 dot is used as a source of thermal energy in homes and cars. ممكن استخدم ايه في الهوم والكار؟ الاتنين مشتركين مع بعض. ممكن حد يقول لي انا ممكن استخدم في الهوم الوود والكول، طب ما حضرتك في الكار مش هتقدر تستخدمها، احنا عايزين حاجة مشتركة بينهم اللي هي الناتشورال جاز.
Number 5 we need dot energy for cooking food and warming houses. محتاجين ايه علشان cooking وال warming؟ محتاجين thermal energy. Number 6 wood and dot are examples of biofuels. البايوفيول هو عبارة عن fuel made from living organisms can be planted. Like ايه يا حبايبي؟ like wood and charcoal. طيب هنا بيقول لي بقى while dot and dot are examples of fossil fuel. لا الفاسل فيول ده بقى هيكون عندي الاويل والكول او الناتشورال جاز. Number 7 dot is a renewable resource of energy. عندي مثلا الwater is renewable source of energy. عندي كمان الwind is renewable source of energy. Number 8 coal and oil are considered as dot resources of energy. فكروا الكول والاويل renewable or non-renewable؟ أكيد non-renewable because they cannot be replaced in a short time. Number 9 corn and wood are dot fuel. الكورن والwood ده biofuel ولا fossil fuel؟ الكورن والwood I can replace them and plant a new one, so it's a biofuel وكمان renewable fuel. Number 10 fossil fuel is considered as طبعا الفossil fuel non-renewable resources of energy. سؤال write the scientific term of each of the following. أول سؤال بيقول لي any substances that produces thermal energy. قلناها كذا مرة أثناء الشرح دلوقتي إن أي substance يا حبايبي produce thermal energy when it's burned بقول عليها fuel على طول. Number 2 the energy produced when the wood is burned طبعا هتكون thermal energy. Number 3 it's the main source of most forms of energy on the earth's surface. the main source, the primary source الصن يا حبايبي. Number 4 they are fuels made from living organisms that can be planted. البايوفيول هو fuel made from living organisms that can be planted like a tree, like الwood طبعا اللي احنا واخدينه اقصد من التري, like الcharcoal, like الجراس والكورن والwood chips اللي احنا ممكن نقدر نستخدمهم علشان produce liquid fuels. Number 5 it's a form of fossil fuel that was formed from dead marine animals. المارين animals اللي هي sea creatures. يبقى طبعا عندي الأويل يا حبايبي. Number 6 it's a form of fossil fuel that was formed from dead plants under the effect of extreme heat and pressure. يعني أنا عندي البلانت دي like a tree مثلا died and buried under the ground for millions of years. طبعا تحت الأرض متأثرة بإيه؟ بالإكستريم هيت and البريشر, وبعد كده هيحصل لها إن هي turns into الأول هيحصل لها decomposition and turns into coal. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تنضموا لجروب الواتساب, بسيبوا أول كومنت للاستفسارات المجانية. Give reason for using wood of trees as a fuel has negative effects on the environment. طبعا يا حبايبي زي ما قلنا لو أنا cut the tree وحضرتك cut the tree وغيري و large amount of tree و large amount of tree is cut, ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل حاجة اسمها deforestation. نفتكرها من كلمة forest يعني غابة, لكن deforestation يعني أنا بشيل الغابات دي. طب وإيه المشكلة ما أشيل الغابات؟ لأ طبعا دي ليها تأثير سلبي جدا على الانفايرمنت. ليه؟ لأن التري دي provide us بالأكسجين, بتلطف التمبريتشر, كمان هي habitat for living organisms like الانيمالز, شوية animals كده بيعيشوا في الفورست. طيب جيت حضرتك وعملت deforestation و cut all the tree, ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيكون في negative effects on the environment. يبقى لما يقولي give reason using wood of trees as a fuel has negative effects on the environment, هقوله because cutting down trees leads to deforestation. Number 2 wood is considered as a fuel. حبايبي هو fuel ليه؟ احنا اتفقنا ان اي substance produce thermal energy when it's burned هقول عليها fuel. يبقى هنا بيقول لي ان الwood is fuel طبعا لانه produce thermal energy when it's burned. Number 3 we must conserve the fossil fuel. تخيلوا كده لو احنا استخدمنا الفossil fuel بلارج amount.
استخدمناه بإهدار، ما حطيناش في دماغنا واستخدمنا الفاصل فيول ده بكميات كبيرة جدا، ايه اللي هيحصل؟ it will run out، هيخلص يا حبايبي. يبقى احنا لازم نحافظ عليه. طيب لما يخلص حضرتك هتقدر تعوضه في شورت تايم؟ هتقدر ان انت wait for millions of years، تستنى millions of years to be formed؟ اكيد لا طبعا. يبقى احنا لازم conserve الفاصل فيول because fossil fuels are formed over millions of years so they cannot be replaced as we use them. سؤال what happened، وما تنسوش بنزل على الجروب الواتس اخر كل كونسبت بنزل عليه اختصارات للgive reason what happened. Number 1، what happened to the car movement if fuel runs out in a car؟ تخيل حضرتك كده ماشي على الطريق والكار بتاعتك الجازولين خلص منها، ايه اللي هيحصل للموفمنت بتاعتها؟ اكيد will decrease. طب بعد ما decrease هتبدأ ان هي decrease till it stops. So the car movement decreases until it stops. Number 2، the remains of marine were buried under the earth's surface over millions of years. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لها decomposition وهيحصل formation للأويل. Cross the old word، مديني هنا الوود والكول والأويل والناتشورال جاز. طيب الوود ده يا حبايبي بايوفيول، الكول لا ده فاصل فيول، الأويل والناتشورال جاز كمان فاصل فيول. يبقى الأود وان هنا هتكون wood because it's a biofuel. Answer the following question. Give an example، اديني example على a renewable energy resource. طبعا الووتر أو الويند. طيب والفاصل فيول طبعا الجازولين. طيب لو قال لي البايوفيول هيكون الوود أو الريتشاركول أو الجراس أو الكورن. بكده هنكون خلصنا الجزء الثاني من حل الشيت المتميز. عملنا ريفيجن أثناء حل الأسئلة. بالتوفيق يا حبايبي. Thank you primary 4.